انا بقالي سنين طويله قوي ما اعرفش ابعد من شغلي. مش متابعه اي حاجه ولا سوشيال ميديا الا اذا ليه علاقه بشغلي، ولا بخرج الا اذا اضطريت. ففي مره يعني اضطريت اقول اوكي في عزومه عائليه كده ورحت، وكانوا بعد الفطار كنا في رمضان مشغلين تلفزيون، لفت نظري مسلسل قعدت اتفرج شويه كان حلو. وبعدين لفت نظري اللوجو بتاع الشانل اللي بتعرض المسلسل، فقلت لهم دي شانل جديده، قالوا لي اه وليها اشتراك على فكره، بس احنا عارفين نشغلها من غير اشتراك. انا قمت بسرعه، وبعدين لقيت نفسي يعني قاعده بتحرك في البيت عشان لا اسمع ولا اعرف اي تفاصيل عن المسلسل اللي شغال على الشانل اللي هما بيتفرجوا عليها من غير ما يدفعوا الاشتراك. لقيت نفسي مش عارفه اقعد فين، وانا برضو ضيفه يعني هروح اوضه النوم مثلا اقعد فيها ما يصحش. قلت لهم طب يا جماعه انا يعني معلش مضطره استاذن عندي شغل، وخدت بعضي وتوكلت على الله. مرة تانية كنت عايزة انزل سوفت وير كده على الكمبيوتر عشان شغلي، عشان شيك اكاديمي يعني محتاجة ضروري. ففضلت احاول معرفتش، رحت المكتب كمبيوتر فبقول له انا ليه مش عارفة انزله، قال لي على فكرة ده دلوقتي بفلوس، هو زمان كان مجاني عشان كده كان اي حد ممكن ينزله، دلوقتي لا بفلوس، بس لو عايزة انا ممكن اعمل لك كراك كده تقدري تستخدميه فترة من غير ما تدفعي فلوس. قلت له هو بكام؟ فقال لي، قلت له اتفضل ولو سمحت نزلي الاوريجينال. انا هنا مش بدعي المثاليه اطلاقا ولا جايه اقول مواعظ، بس اللي حصل معايا بعد كده كشف لي ان مفيش حاجه احنا بنعملها بتروح. ربنا خلق الكون ده كما تدين تدان. اللي هيعمل حاجه، اللي هيزرع بذره لازم هيحصد. النتيجه بتاعت البذره دي كام فولد يعني، هل هو عمل حاجة قد كده النتيجة بتاعتها ممكن يحصدها قد كده بتحصل، او عمل حاجة قد كده النتيجة بتاعتها برضو حاجة قد كده بتحصل، حسب العمل حسب هو أزمين، هي كده. فلما الواحد يأمن الناس من شره هو شخصيا، هو كده بيزرع بذرة حلوة قوي. فاللي حصل ان انا اول ما بديت شيك اكاديمي خالص، انا قلت قبل كده رحت لحد يعلمني بيزنس وما كانش برو وخسرني فلوس، ولقيت نفسي هو طبعا كان مورطني في بلاتفورم احط عليه الويب سايت بتاعي. البلاتفورم ده كنت بدفعله بالدولار، وانا هو معلمنيش ادخل ليدز بطريقه تناسب البيزنس ده، كان بيعتمد على طريقه تانية كده زي طريقه بيع البرودكتس، فهو خلاني انا اعمل نفس الطريقه which is غلط. المفروض اعمل content marketing وحاجات تانية. يعني انا بس عايزه ارجع لنقطه ان انا بديت بزنس، كنت على بلاتفورم لقيت نفسي مضطره اقفله، لكن انا وقتها عندي students ولازم اتابعهم. هعمل ايه؟ كلمتهم قلت لهم يا جماعه، عملت لهم ميتنج، يا جماعه احنا عندنا issue كذا وكذا وكذا، احنا هنعمل community و معلش يا جماعه اللي محتاج حاجه يقول لي وانا ابعتها له على طول، ما يعني مش هتاخر عنكم، لكن انا مضطره اقفل الويب سايت الظروف كذا وكذا وكذا. وطبعا دول مش ستودنتس بتوعي، دول اخواتي، اصل الواحد لو كان ليه اخوات ما كانوش هيبقوا كده حقيقي يعني. تقبلوا الوضع جدا واحنا معاكي، وفعلا احنا لغايه دلوقتي عاملين كوميونتي، ومنهم ناس معايا في التيم بتاعي حاليا في الوقت ده. طبعا انا الحمد لله بديت من تاني عشان ما حدش يضايق من اللي انا قلته ده، الحمد لله بديت من تاني وبنعمل كورسز وكل حاجه. بس اللي انا عايزه اقوله بقى في الوقت ده ظهرت واحده كانت معايا من ضمن الناس برضو اللي اديتهم الكورس، دي ما كانتش بتحضر الميتينجز وما كانتش بتعمل الهومورك وما كانش عندها مكنه خياطه، كانت شغاله كده بدباسه يدويه. هي ورتني صورتها بس انا بصراحه يعني انا مش فاهماها، مش عارفه هي بتشتغل بيها ازاي، وحتى يعني ناسيه اسمها. المهم يعني الشخصيه دي ظهرت فجاه ولقيتها بتتصل بيا وبتقولي فين الكونتنت، فين الكورس؟ قلت لها انت لو بتحضري الميتينجز كنت عرفتي، انا عماله الحقك، عماله اجري وراكي، عماله اقولك فين الهومورك، دلوقتي بقى الكورس مهم والكونتنت مهم؟
اتفضلي معانا في الكوميونتي، ولو محتاجة حاجة طبعا هبعتها لك. على فكرة لو كاميرا بتتهز، انا برضو لا الكلب بتاعي بيحب ينام تحت الكاميرا. اوكي. ف قالت لي لا، انا محتاجة الكورس كله على بعضه انا بدرسه. قلت لها ايه بتعملي ايه؟ قالت لي بدرسه وده حقي، بعمل كورسز دلوقتي. قلت لها انتي ما حضرتيش معايا ميتينجز، ما عملتيش ولا هومورك، فما عندكيش مكنه خياطه، وبتقولي لي ده اول كورس تاخديه في حياتك، وبتدرسي ازاي؟ يعني دلوقتي لو حد من الستودنتس اللي معاكي عايز يسال سؤال، هتنقلي له خبره فين؟ مين؟ يعني انت بقالك اصلا ولا حاجه في المجال اساسا، انت لسه بتتعلمي وما اتعلمتيش معايا. فقالت لي لا ده حقي كاني اشتريت كتاب. قلت لها ما هو انت لو اشتريتي كتاب ما ينفعش انك انت تدرسي كونتنت بتاع الكتاب ده، دي حاجه برضو مش مشروعه، في حاجه اسمها حقوق ملكيه فكريه. ونفس الشيء الكورسز المتسجله فيديوز دي برضو حقوق ملكيه فكريه. فانت على اساس ايه بتاخدي الكونتنت بتاعي وبتديه للناس على انه بتاعك، ودلوقتي جايه تقولي انه حقك؟ هو في العموم انت عايزه تنضمي للكوميونتي اتفضلي، لكن انا شخصيا مش عارفه اقولك ايه في اللي انت ايه ده، ازاي، منين كلمه حقي وعماله مصره انه حقك؟ طبعا هي لو كانت شايفه انه حقها كانت عرفتني ده من البدايه، مش تفتح السايت ما تلاقيش الكونتنت فتلاقي نفسها لان هي متورطه مع الناس وقالت لهم هعمل لكم كورس يوم كذا ولمت فلوس. فطبعا لما لقت نفسها في الوضع ده اضطرت انها تتصل بيا وتقول لي هي لو شايفه انه حقها ما كانتش خبت عليا حاجه زي كده من حال اصل. الوقت اللي قفلت فيه السايت ده كان مؤلم جدا، وانا قلت خلاص انا هقعد اذاكر وابتدي من الاول. انا عندي القدره دي الحمد لله، انا قدراتي خارقه عادي يعني، كيفي على وشي اقوم تاني انفض بس نفسي وخلاص. بس انا كنت وقتها متغاظه ومش طايقه نفسي وبفكر بطريقه اللي هو ازاي حد يقدر يعمل كده في حد، يعني ياخد منه كميه الفلوس اللي هو خدها مني على اساس ده المنتور بتاعي وهيديني بقى التعليم الحقيقي، واكتشف ان هو بيعلمني غلط اصلا. ده كان وقتها اللي انا بفكر فيه. قعدت مع نفسي بقى وقعدت افكر بهدوء، هو اللي حصل ده نمبر 1 عشان ربنا يقول لي ان الكونتنت بتاعك على فكره لازم تامنيه، دي اول حاجه. تاني حاجه ان مش كل الناس اللي بتخش معاكي بتدخل بنية انها تتعلم، في ناس بتخش بنوايا تانية. يعني بدل لما تعملي الكونتنت مفتوح كده طول الوقت اعملي membership area، دي تاني حاجة. تالت حاجة اللي عملتيه لقيتيه، مش انتي كان ممكن تقعدي تتفرجي على المسلسل وتقولي انا ماليش دعوة انا ضيفة؟ لا، حميتي حقوق الملكية بتاعت المنتج وبتاعت الشانل اللي بتهوست الكونتنت ده بتعرض المسلسل عليها. مش انا رحت دفعت فلوس السوفت وير اللي انا هستخدمه علشان ابني البراند بتاعي. البراند بتاعي لازم يبقى نظيف، ما يدخلوش اي فلوس فيها شبهة. لو انا استخدمت السوفت وير ده بالسرقة يبقى انا كده ببني البراند بتاعي بطريقة غير مشروعة. اللي عامل السوفت وير تعب فيه ليه حق ياخد فلوس، هي كده، فلازم اديله فلوسه. احنا كفنانين عايشين لفننا، اي بيس كده بنشكلها دي بتبقى فيها حتة مننا، فيها روحنا. اهم حاجة في حياتنا شغلنا، شغلنا مش مفصول عن حياتنا، شغلنا مش مفصول عن صحتنا ومش مفصول عن علاقاتنا الاجتماعية، كله حاجة واحدة. حياة البني آدم، فنه، علاقاته، فلوسه، كل حاجة حاجة واحدة. فالحاجة الواحدة دي ازاي نحافظ عليها؟ بان احنا ما ندخلش عليها اي شبهات، اي حاجة مشكوك فيها، كده انا ببقى حافظ على حاجتي. كما تدين تدان، كلنا عارفين ده، لكن لازم نشتغله ولازم نقاوم الشعور بتاع مش مشكلة بقى، ما هو انا اهو انا مضطر اقعد، انا ما فيش حتة اروحها في البيت، لا مشيت. طب ما كانش حد هيعرف ان السوفت وير ده انا خدته؟ لا دفعته. الواحد لازم يأمن الناس من شره، فربنا بيأمننا من غير ما نعرف.
بيحافظ لنا على حاجتنا من غير ما نعرف. البراند بتاعي ده بعشقه. انا كان ممكن اصرف زي ما انا شايفة كل اللي حواليا بيصرفوا، بيجددوا بيوتهم، بيغيروا عربياتهم، بيعملوا ويك اندز، بيطلعوا رحلات. انا كان ممكن اعمل كده، لكن انا كان كل صرفي رايح على اني اطور نفسي في الباترون والخياطة. كان كل وقتي جوه الاتيليه، قافله عليا، لا بشوف حد ولا بتكلم مع حد، وكل الانرجي بتاعتي جوه المكان ده. عشان ايه؟ عشان شيك اكاديمي. احافظ على الشيك اكاديمي ازاي؟ باني ما اعملش حاجه غلط، باني ما اقبلش على نفسي ولا على الشيك اكاديمي اي حاجه فيها شبهه. كده ربنا امن لي شغلي، حافظ لي عليه، ووراني. هو التليفون ده مش صدفه، التليفون ده مش صدفه خالص. التليفون ده بيقول يعني اهو انا امنتلك شغلك، اهو حافظتلك على حاجتك. ده لا يعني اطلاقا طبعا اني ما اعملش الحقوق الملكيه والحاجات التانية، الاجراءات القانونيه ده موضوع تاني طبعا. لكن خلاص ربنا فعلا وراني ازاي حافظ لي عليا، على حاجتي، على حياتي، على البراند بتاعي. انا مش هتفرع كتير، بس هو كله حاجه واحده. اللي عايز يحافظ على موهبته وعلى نجاحه وعلى تطوره، على حياته عموما وعلى صحته، لازم يراعي ربنا في كل خطوه بيعملها، ياخد باله من كل تصرفاته. الكلام ده مش وعظ، ده هو دي الحياة، ده القانون، قانون الكارما اللي ربنا حطه في الكرة الأرضية، وقال أي حد عايز يعمل أي حاجة يعملها، بس كل حاجة هيدفع تمنها. أهم حاجة في حياتنا إيه؟ شغلنا، يبقى نحافظ عليه بإن احنا نخلي بالنا من سلوكياتنا. الحاجات البسيطة اللي ممكن تعدي على الواحد دي لا ندقق فيها شوية، ما جراش حاجة. شكرا لوقتكم، شكرا لمتابعتكم، واتمنى الكونتنت يكون عجبكم. لو عجبكم please like and share، واعملوا سبسكرايب للشانل، واضغطوا النوتيفيكيشن بell. اشوفكم الفيديو الجاي.